السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي، صباح الفل. أولا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. طبعا أنا عملت في الليل شوية لفلوف. أنا نزلت اللفلوف ده يعني فيديو قصير، اللي ما شافهوش يروح على الفيديوهات القصيرة ويشوف أنا عملته ازاي. بصراحة طعمه خطير يجنن، مش عاوزة اقول لكم اكتر من كده لان مش عارفة اعبر تاني عنه. طبعا بعد ما عملتهم وطيبتهم، طبعا انه وصى على 7 جار عليه الصلاة والسلام. قلت خد يا عثمان روح ودي لخالتك ام محمد شوية لفلوف. طبعا بعدها كده يمكن بحوالي نص ساعة لقيتها ايه بين عليها. لما ضغط اللفلوف اتجننت طبعا، قالت ايه الجمال والطعم ده. جيت لقيتها اما تخبط على الباب، خد يا ام احمد. جايبه لي صينيه طبعا ومغطيه. انا قلت في ايه يا ربي؟ هو انا وديت لها طبق اللفلوف رجع لها على صينيه؟ مش معقوله. طبعا انا ما خمنتش، بس يا دي يا ام محمد، يا دي يا ام محمد. قالت لي يا ست خدي بس للعيال اتعشوا. طبعا اخد منها الصينيه وادخل اعريها، الاقيها جايبه لي جبنه بلدي، الله اكبر، وجايبه لي شويه عسل، الطبق اللي انتوا شايفينه ده، وفيه شويه تاني كمان، و3 فطاير. انا فوجئت قلت يا رب، يعني 3 صوابع اللفلوف يجيبوا لي كل ده؟ يبقى خلاص انا كل ما اعمل اي حاجات كده ما تعرفش تعملها اودي لها ويجي لي يلا شويه حلوين. يعني بص، لما انت تسبق بالقليل هيجي لك الكتير، صح ولا لا؟ انا وديت لها يمكن 4 صوابع، هي جابت لي 3 فطاير. شوف الفطير مش زي اللفلوف. يلا سلام.